سلفتي جوزها صعب جدًا، بيدّيها 50 جنيه بس في اليوم، بخيل عليها لأقصى درجة، وهي حرام كانت بتشتغل أونلاين وكانت بتصرف على البيت وما بتخلّيهوش محتاج أي حاجة خالص، بتاخد من مامتها ومن إخواتها، وبالتالي هو مش حاسس بأي حاجة. جوزي ابتدى يقلب عليَّ، كان الأول بيدّيني 200 جنيه، عايز يدّيني بعد كده 50 جنيه، بيقول لي: "سلّكي نفسِك واصرفي على البيت زي ما مرات أخويا بتعمل." قالت له: "لأ يا حبيبي، أنت بعد كده تاخد الفلوس وأنت تصرف على البيت، أنا مش هامسك مصروف البيت تاني." قال لها: "أنا مش فاضي." ما ليش فيه، اعملي زي ما بقية الستات ما بتعمل، كل الستات بتدبّر وبتوفّر لبيتها، وبيوفّروا كمان من المصروف القليل اللي جوازاتهم بيدّوه لهم. أنا أصرّيت وقُلت له: "لأ يا حبيبي، ما دام أنت مش فاضي يبقى تنزل كل أسبوع في أجازتك وتشتري لنا حاجة الأسبوع كلّها مرّة واحدة، من pampers للبن للولاد لعيش لجبنة." وهو أصلًا ما بيعرفش ياكل من غير لحمة وفراخ، قُلت له: "تجيب فرخة أو فرختين في الأسبوع وتضبّط أمورك بالفلوس اللي معاك، على قد إمكانياتك هات اللي أنت عايزه." فأنا فضلت ماشية على النظام ده، فضل أسبوع ورا التاني ابتدى يصرف أكتر كتير جدًا من اللي أنا كنت باخده في الأول، يعني أكتر من 200 جنيه أصلًا اللي كان بيديهم لي، ابتدى بقى يرجع لورا. برافو عليكِ بجد. والله شابوه، شابوه بجد. ابتدى يرجع لورا وبقى بيبوس إيدي ورجلي وبيقول لي: "أبوس إيدِك خدي امسكي مصروف البيت تاني." وأنا رافضة ومُصرة على كده، لإني أنا خلاص ارتحت كده، هو خلّيه يشيل المسؤولية عشان يحرّم يقارنّي بحد تاني. هل أنا كده غلطانة والّا معايا حق؟ لأ طبعًا، برافو عليكِ، برافو، برافو، برافو عليكِ، شابوه ليكِ بجد، حلو أوي. يعني إيه يعني يقلِّد؟ كل واحد ليه ظروفه، وكل بيت ليه التزاماته، وكل بيت ليه رزقه، على حسب ما أنتِ متعوّدة أنتِ وجوزِك. لأ طبعًا برافو عليكِ جدًا، أنا سعيدة بيكِ جدًا، برافو، برافو.